مرحبا، إن شاء الله تكونون بخير. وصفتنا لهذا اليوم حتكون طريقة عمل المقبلات أو المملحات، واللي حتنفع تقدموها بالمناسبات أو الأعياد، أو حتى بمناسبة قرب حلول رأس السنة. حنيجي لوصفتنا الأولى واللي هي طريقة عمل الشاورما. بالبداية حنحمس البصل، ومن بعدها حننزل عليه صدور الدجاج اللي قطعناها على شكل شرائح. أما المطيبات فضفت هنا الملح والفلفل والبابريكا والبهارات الهندية، وتقدرون هنا تستخدمون البهارات المشكلة. من بعدها ضفت هنا ملعقتين من كريمة الطبخ حتى تعطي شوية طراوة اللحم الدجاج. أما لعمل صلصة الشاورما فاحتاجيت هنا تقريبا ملعقتين من المايونيز، وملعقتين من اللبن، وملعقة من الراشي أو الطحينية، وبالأخير ضفت لهم نص ملعقة من زيت الزيتون. حناخذ هنا خبز التورتيلا، وحنحط له طبقة من صلصة الشاورما، ومن ثم حنوزع شرائح من الجبن، وبعدها حنضيف كمية مناسبة من صدور الدجاج. من بعدها هنضيف هنا السلطة والمخلل والبابريكا الحمراء. حنطوي جوانب خبز التورتيلا ونحاول نلف بشكل دائري. حندهن هنا سطح الشواية قبل استخدامها. بعد ما حنحط سندويشات الشاورما على الشواية نحاول ندهن سطحها بالزبدة. هنا بعد ما خرجناها من الشواية هنحاول نقطعها من الوسط بشكل مائل، وحتكون جاهزة للتقديم. أما وصفتنا الثانية من المقبلات فهي طريقة عمل البرغل. حنحبس هنا تقريبا ملعقتين من معجون الطماطة، ومن بعدها حننزل عليه 500 جرام من البرغل بعد غسله.
ومن ثم هنزل عليه المي بحيث يغطي لنا سطح البرغل. هضيف له هنا تقريبا ملعقة من مسحوق ماجي. بعد ما هينشف المي هنحاول نوطي على النار ونتركه إلى أن يتهدر. هنا بعد ما جهز عندنا البرغل هنضيف للبازاليا والجزر والذرة المعلبة، وتقدرون تستبدلوها طبعا بالخضروات الفريش. ومن بعدها هنحاول نوزعها بقوالب التقديم. أما وصفة الكبة فطريقة عملها موجودة في فيديو سابق، هترك الرابط في صندوق الوصف. هنيجي هنا إلى طريقة عمل سلطة الباذنجان. هنقلي الباذنجان هنا بعد ما قطعناه على شكل مكعبات. بعد ما استوى هنحاول هنا نصفيه من الزيت. هنضيف للباذنجان هنا الطماطة بعد ما قطعناها، ومن بعدها هنضيف له الكرفس أو المعدنوس، وبالأخير نضيف له الرمان. أما الصوص الخاص بسلطة الباذنجان فاستخدمت هنا ملعقة من دبس الرمان ونص ملعقة من زيت الزيتون. هناخذ كاسات التقديم وحنحط الطبقة الأولى اللي هي حمص بطحينة، أما الطبقة الثانية فحننزل سلطة الباذنجان. وآخر طبقة للتزيين حنحط الرمان، ومن بعدها حنضيف الصوص. أما وصفة الميني بيتزا والخبز المحشي على شكل سندوتشات فطريقة عملهم أيضا حتلقوها في فيديو سابق، فحترك رابطهم في صندوق الوصف. أما وصفتنا الأخيرة فحتكون طريقة عمل قوالب المعكرونة. فحناخذ هنا بيضتين وحنضيف لهم ملعقتين من الطحين وملعقتين من الكريمة وشوية من الكرفس والمعدنوس. ومن بعدها حنتبلهم بالملح والفلفل، وحنضيف لهم 60 جرام من الجبن المبروش.
وحننزل عليهم بالأخير المعكرونة طبعا بعد ما سلقناها. حندهن القوالب بالزبدة، ومن بعدها حنوزع المعكرونة على كل القوالب. حندخلها للفرن بدرجة حرارة 200. فهذا هو الشكل النهائي لمقبلاتنا لهذا اليوم، فأتمنى أن تنال رضاكم. فإذا عجبتكم وصفتنا لهذا اليوم فلا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. نشوفكم على خير.